ليته يرى نفسه بعيني ليدرك كم أحبه، وكيف الحديث عن الحب وأنت الحديث وأنت الحب، ودين الناس يوما سوف يقضى، ودين زيزو لا تقوى عليه. اعتقد بالكام قصيده اللي انا لسه قايلهم لك دول قد ايه وصفت لك جمهور نادي الزمالك بيحب ازاي احمد السيد زيزو. وقبل ما اتكلم معاك على فنيات او حتى ارقام زيزو، عايز اوصف لك قد ايه دلوقتي زيزو بقى بالنسبه لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. اعتقد بالنسبه لجمهور نادي الزمالك بعد شيكابالا اللي هيستلم الرايه هو احمد السيد زيزو. وعايز اقول لك قد ايه الاتنين كانوا متشابهين في بعض المواقف مع نادي الزمالك. ولو هبدا بشيكابالا واتكلم عليه الاول، فعايز اقول لك ان الزمالك في بعض المواسم الكارثيه اللي عدت علينا في اخر 10 سنين او اخر 15 سنه، الزمالك كان موجود في المنافسه لمجرد بس ان في لاعب اسمه شيكابالا بيمثل فريقه. اما عن احمد السيد زيزو، فبعض السنوات اللي اتشال فيها المجلس الاداره وجالنا مجلس مؤقت، كان قدامه فرصه تاريخيه ان هو يمشي من نادي الزمالك وبارقام قياسيه كمان، وهو اللي رفض. لا وكمان طلع زيزو مع كابتن ابراهيم فايق وقال فيه ان في فتره من الفترات نادي الزمالك كان خلاص فعلا باعه لنادي الريان على الورق، وهو اللي رفض يكمل الانتقال. خلينا متاكدين ان الفتره دي في نادي الزمالك عامه زيزو لو كان طلع او راح اي فريق مفيش اي حد من الجمهور كان يقدر يلومه في شيء. ولكن اللي عايز يبقى اسطوره بيبقى اسطوره فعلا. انا عن نفسي عمري ما شفت حد مركز في الملعب كده في الدوري المصري قد زيزو. عمري ما شفت لاعب بالعقليه الاحترافيه دي بيلعب في الدوري المصري زي احمد السيد زيزو. عمري ما شفت حد مركز في كل تفصيله في حياته، من بقى عدم سهر، ضبط اكل، الجيم، كل ده زي احمد السيد زيزو. طبعا كل الكلام اللي انا قلته ده بسم الله ما شاء الله يعني وخمسه في عيني. زيزو خريج اكاديميه جي ام جي، وهي واحده من الاكاديميات الافضل اللي بتطلع ناشئين. ومن كلام كابتن طارق السيد ان في اول تمرينه ليه مع احمد السيد زيزو اثبت قد ايه ان اللاعب ده فارق كتير عن اي لاعب بيلعب حواليه. وبعد كام تمرينه مع كابتن طارق السيد، كابتن طارق السيد قرر ان اللاعب ده مش هيخرج من مصر ولا هيلعب في اي نادي غير في نادي الزمالك. وفعلا نادي الزمالك بيمضي مع احمد السيد زيزو في موسم 2019 في شهر يناير. وللعلم زيزو في الفتره دي كان قاعد حوالي 8 شهور في بيتهم ما كانش بيلعب كوره. وفعلا زي ما قلت لك راح نادي الزمالك وقدر ان هو يجهز نفسه في 5 ايام بس. لا وكمان اتفاجئ ان جروس كان بيعتمد عليه اساسيا، والمباريات اللي ما كانش بيبدا فيها اساسي كان دايما بينزل فيها في الاخر، ولو ما نزلش في الاخر كان دايما بيبقى نازل اساسي. وفي اول فترات زيزو مع نادي الزمالك اللي كان ماسك فيها او المدير الفني لنادي الزمالك في وقتها كان جروس، ما كانش بيسجل كتير. وقال زيزو في وقتها ان هو ما كانش مركز في قصه التهديف دي، هو كان مركز ان هو يكسب ثقه المدير الفني وينفذ جميع المعلومات اللي هو بياخدها منه. لان زي ما قلت لك هو كان قاعد 8 شهور في بيتهم وما كانش بيلعب كوره، فلازم اما يرجع واحده واحده ما يضغطش على نفسه. وربنا فعلا كافئ احمد السيد زيزو بفوزه ببطوله الكونفدراليه الاولى لنادي الزمالك عام 2019، لان هو فعلا لعيب مجتهد. بل كمان بقى من العلامات الاساسيه او من اللاعب اللي الجمهور عمره ما ينساه في البطوله دي، لان هو اللي مدخل ضربه الجزاء الاخيره في نادي نهضه البركان. اللي ما يعرفش مركز زيزو الاساسي اصلا كان مركز 8، المركز اللي هو متاسس فيه وطالع فيه من الناشئين. بدا بقى يلعب وينج اول ما راح البرتغال. وزيزو من اللعيبه اللي بتحب ترمي جسمها بره الملعب بحيث ان هو يقدر يلعب الاوفر الطويل او الاوفر القصير اللي هو عايزه. وكمان اما بيجي يشوط بتبقى التصويبه بتاعته مفاجاه للخصم. حتى في ستايل التصويب بتاعه دايما كده بتلاقي ان جسم احمد السيد زيزو لازم يكون مرمي كده بره سنه يا راجل. حتى تفصيله التصويب في ضربات الجزاء ما كانش بيسيبها في حالها، وكان دايما بيقول ان هو بياخد الكرة وبيتمرن عليها. لدرجه ان زيزو كان مصنف ان هو يبقى العاشر في افضل اللعيبه في تاريخ الكرة اللي بتسدد ركلات جزاء، لولا سوء الحظ وركله الجزاء اللي ضيعها امام السنغال في الماتش بتاع كاس العالم. يا راجل يا مؤمن خليني اقول لك ان احمد السيد زيزو بسم الله ما شاء الله عليه في 5 سنين قدر ان هو يبقى من ضمن الهدافين التاريخيين في نادي الزمالك. لا بل كمان ترتيبه السابع، ويفصله 6 اهداف بالظبط عن الاسطوره حماده امام واللي هو مدخل 84 هدف. وطبعا زيزو برصيد 78 هدف. خليني اقول لك المعلومه دي لو انت يعني ما تعرفهاش، الفكره اللي خلت زيزو بقى محبوس في مصر ومش قادر يرجع لفرقته تاني، وهو ان في راجل سرق الباسبور بتاعه وعشان كده قعد 8 شهور في بيتهم في مصر ما بيلعبش كوره. وواحده بصراحه من الجمل المميزه لاحد جماهير نادي الزمالك، وهو ان احنا نفسنا نمسك الراجل اللي سرق الباسبور ده ونعمل له تمثال من ذهب جوه النادي. زيزو بسم الله ما شاء الله عليه بقاله 3 مواسم بالظبط في كل موسم مع نادي الزمالك لازم بيبقى مساهم باكتر من 50% من اهداف نادي الزمالك كلها في جميع المسابقات.
بتسجيله طبعا اهداف او صناعته لاسيستات. خليني اقول لك ان من ضمن مميزات احمد السيد زيزو ان هو ما بيركزش ابدا في حوار السوشيال ميديا ومش بيهمه اي حد بينتقده، وده اللي بيخليه بيظهر في الوقت ده جوه الملعب بالمنظر ده. عمرك ما تلاقي زيزو بيتخانق مع لعيب او بيطلع في البرامج عشان بقى يقول حاجه لجماهير الخصم او لنادي الخصم عشان يكسب بقى حب جماهير نادي الزمالك والقصه دي. لا، هي العلاقه بالنسبه له هي علاقه احترام، وانا بمثل نادي الزمالك وماليش علاقه باي حد تاني. حتى في وقت ما اما الاعلامي بياخده في اسئله ليها علاقه بالخصم اجابته بتكون منطقيه وطالعه من دماغه وبتبقى محترمه جدا. مساهمات زيزو التهديفيه اللي بانت بالشكل الملحوظ ده هي كانت بدايتها في موسم 2021 اما قدرنا نحقق لقب الدوري، بل كمان 21 22 اما برضو قدرنا نحقق لقب الدوري وخد هداف الدوري في الموسم ده. يا رب اكون اديت لزيزو حقه في الحلقه دي ووصفت قد ايه جمهور الزمالك بيعشق حاجه اسمها زيزو وبيعتبره هو فرانشيسكو توتي بتاع الزمالك. واخيرا في احد الجمل الجميله اللي قالها احمد السيد زيزو ان هو نفسه يبقى الهداف التاريخي لنادي الزمالك. وحابب انهي معاك الحلقه بالرساله اللي كتبها احمد السيد زيزو لجماهير نادي الزمالك.